خشوا ما تخافوش. انا مش شايفه حاجه، هو النور مقطوع ولا ايه؟ ثانيه واحده هشد السكينه كله هيولع. اوكي. عنكبوت. المكان الغريب ده ماسك خيوطه مش موجود. سيف ممكن تيجي جنبي هنا؟ ممكن يهاجمنا في اي لحظه. بس بقى طربوش. لابس طربوش. ايه ده؟ ما تمسكش تراب. هو جدك كان بيطبع منشورات. ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ ميكي ماوس. مين ميكي ماوس ده؟ هو جده غبي. يا الناس دي مقتوله طبعا. بجد؟ بس بقى ما تخافش. ما تخافوش، انا حبيت اهزر معاكم باخدكم. وده هزار ده؟ اصلا انا هايف. تعالوا خشوا جوه. تعالوا. ده رخم وهايف، راجل كبير وهايف. تعالوا ما تخافوش. انا هولع السكينه. السكينه؟ انا خايف منك انت. ولا يعني البتاع ده غريب قوي. ده ميكي. مين ميكي بقى اللي انتوا بتقولوا عنه؟ واو. أنا مش قادر أصدق إننا في المكان اللي اترسم فيه أعداد ميكي يجيبوا لغز ميكي. انا مش قادره اصدق كميه التراب اللي انا واقفه فيها. هو احنا جايين نسكن هنا؟ احنا جايين ندور على الفلوس. شوشو بتعملي ايه؟ هقعد. استني يا ماما، المكان كله تراب. القرف ده يا تعمل إيه؟ تعمل إيه أنت؟ اقعدي يا شوشو اقعدي. طب احنا جينا المفروض ندور على ايه بقى؟ ما احنا زينا زيك اهو، مش فاهمين حاجه، بس ادينا بنفكر. بس اللغز بيقول ان الخزنه بتاعت الدمنهور اتسرقت. تفتكروا في خزنه بقى هنا؟ أنا ما أعتقدش إن يكون في خزنة هنا. لو في خزنة تبقى في أوضة مكتب. ولو موجوده هتبقى اتسرقت. طب ما تيجوا نشوف الاوضه دي يا جماعه، ممكن تكون اوضه المكتب. تعال. بقول لك يا سيف، إيه؟ خش دور على الخزنه هنا وانا هدور هنا. مطربة قوي. مفيش حاجة هنا. مفيش حاجه هنا برضه. ما تحاولش، مفيش. ايه اعمل لكم كوبايه شاي عشان تستحملوا بيها التراب ده؟ شكرا يا عم بندق، مش عايزين شاي لانك لو عملت لنا شاي هتخرج تاني وتيجي تخضنا تاني، فشكرا مش عايزين حاجه، خليك واقف هنا. خلاص انا اسف جدا. عم بندق يا لذيذ انت، في خزنه في المكان اللي احنا فيه ده؟ اكيد لا. اكيد لا، ولا تعمل زي عم عبده البواب. لا 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 لا, لا اكيد لا. اصلي انا بصراحه اللي فارش المكان ده حته حته مع جده، ولو كان جده جاب خزنه كان قال لي، اصل هو ما بيخبيش عليا حاجه ابدا خالص. جده بيحبني. انت بتحب المكان ده جدا جدا. طب ما تنضفه. بيجي لي حساسيه. وبعد كده اقول لكم على حاجه بصراحه، انا ليا ذكريات جميله جدا جدا. تعرف اللوحه دي؟ مالها؟ انا اللي معلقها. جبت مسمار 10 سنتي صلب، حطيته، رحت ماسك الدبشه قد كده اهو، رحت عامل كده اهو. جاي تنزل طبعا، قام جه على صباعك ما جاش في المسمار. لا جه في المسمار وعلقت اللوحه. امال انت قاعد تعمل لي كده ليه؟ فكرتك هتقول كده. بحب السسبنس يا ولاد، اصل انا هايف. استنوا يا جماعه، اللوحه دي هي اللي موجوده في المجله. وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحه؟ ممكن تبقى الخزنه وراها. ايه يا حبيبتي الافلام اللي انت عايشه فيها دي؟ وبعدين انت مش سامعه دلوقتي عم بندق بيقول لك هو اللي معلقها بنفسه، حتى جاب الطوبه والمسمار 10 سم سلط وراح عامله كده، وعمل الطوبه جامد كده تش ما خبطتش في صباعه، راح لا حطها عادي
ايه ده؟ الخزنه دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. انت كمان هتعمل نفسك عارف ان في رقم سري؟ لا انا بقول اكيد ليها رقم سري، بس ما قلتش ايه هو الرقم السري. طبعا عشان ما تكذبش. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. انا مش بتكلم على جده ده، انا بتكلم على جدنا احنا. 22/10/1932. يعني 19 معلش، الاثنين قبل الثلاثه ولا الثلاثه قبل الاثنين؟ معروفه ان الثلاثه اكبر من الاثنين. انتوا بتقولوا 32 فانا بتلخبط. ما خلاص، نو بروبلم. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنه ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع ATM بتاع جده كام؟ يعني ايه ATM دي؟ ATM اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي؟ ATM دي البطاقة القديمة، عشان كده اسمها ATM، اللي هي دلوقتي بيسموها IT. مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات IT بتاعك؟ صح. هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. انا بس بعد اذنك، بعد اذنكم، بعد اذنكم، ممكن بعد اذنك. اتفضل. ها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الخزنه دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. انا مش بتكلم على جده ده، انا بتكلم على جدنا احنا. 22/10/1932. معلش، 19 اتنين قبل التلاتة ولا تلاتة قبل اتنين؟ معروفه ان الثلاثه اكبر من الاثنين. انتوا في العربي بتقولوا 32، فبالعقل كده الاتنين الاول، في الانجليش اتس 32، فخلاص انا هتصرف. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنه ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع ATM بتاع جده كام؟ يعني ايه ATM دي؟ ATM اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي؟ ATM دي البطاقة القديمة، عشان كده اسمها ATM، اللي هي دلوقتي بيسموها IT. مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات IT بتاعك؟ صح. هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. انا بس بعد اذنك، بعد اذنكم، بعد اذنكم، ممكن بعد اذنك. اتفضل. ايه ده؟ فين الفلوس؟ وديتي الفلوس فين؟ فلوس ايه يا متخلفة؟ ما احنا فاتحين الخزنة قدامك اهو، فيها زفت مجلة. ايوه، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح؟ ما احنا لقينا مجلة تانية. يعني اللي ما هو ممكن تكون المجله دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمة. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان؟ ما تقولش كنز. الفلوس، الذهب، whatever.
يعني البطل بتاعنا ماشي لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل، احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا الدليل ياخدنا الدليل ياخدنا الدليل لحد ما نعرف طريق الفلوس. زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي ناشونال تريشر. طب بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كينز. لا نيكولاس كيدز. لا 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 لا، انا مش قادره استحمل الناس دي في حياتي. مش قادره تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعه، يمكن جده سايب لنا فيها رساله زي اللغز اللي فات. صح. والله انت عايشه في افلام قوي. طب هاتي المجله والقلم هاتي. ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ مش انتي لسه عماله تقولي افلام؟ هاتي يلا. احنا شركاء زي بعض، انا ممكن احل قطعه وانت تحلي قطعه. بقول لك ايه يا بنت انت، انا مش ناقصه تفاهه وهيافه، هاتي المجله بدل ما اخليك انت قطعه. لا انت هبله بقى، انت بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكت لك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكت لك على طول. ولو ما سكتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجله بدل ما اديك على وشك. لا لا لا، ايه ده؟ انت كمان هتزعلي. انت كمان مكتب تنسيق يا اخي، عيب. ولا بس مش كده هو ما اتكلمش. مساء الخير، انتوا مين بقى لا مؤاخذة؟ الله، بندق. ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذة بالك مدرك؟ اهلا يا عم دهب. اهلا يا عم دهب حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله. سنين ما شفتكش من يوم من كده الله يرحمه مؤاخذة ما مات. ده عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جده؟ عز المعرفة، ده كان حبيبي. اكيد انتوا بقى احفاد مكاوي صح؟ واضح ان حضرتك ذكي ولماح. يبقى انت بقى اكيد شريهان بتاع الحليب. واضح ان حضرتك ما عندكش تمييز خالص. انا نيلي، واللي لابسه بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك، انا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي، ابقى انا بقى عمو فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح، انا اعرفه من ايام ثوره 52. حضرت معاه تاميم الكنال، حضرت والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. الله حلو. يلا يا بنات عشان احنا ما انتوا عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلماته متقاطعه طيب؟ متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا يا بنات احنا كده هنتاخر. هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مؤاخذة؟ اللغز الحياه كلها الغاز والذهب. انت عارف البنت دي اصلا شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعت جدها. ما شاء الله. لو عشان احنا العربيه مستنيانا تحت ممكن خلص. يلا يلا يلا. طيب يا بنات، طب وخلينا نشوفكم بقى، انا مكتبه مؤاخذه هنا فوق المرسم على طول، لو عايزوا حاجه تعالوا لي. طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. نمشي. سلام يا بود. مع السلامه عودة. خلينا نشوف. هتوحشني. السلام. معاك المفتاح، اقفل انت بقى والسلام عليكم. الف سلامه. الله يسلمك. بس تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا ودمه خفيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي ما قدرتش. بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش، بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه، وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليا نظره في البني ادم. نظرة ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعدي صوابعك وراه. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح. سرق فلوسه كلها، حب جدك بقى يديله مغرز، قام قال له هات حبه فلوس كده اهو اشغلهم معايا كده في مشروع، قام قال له خد جدك الفلوس، وكل ما دهب يجي يقول له ما نقعد نتحاسب، يقول له الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه، لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب
وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخد من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف. الحرامي صحيح هو دهب خد منه فلوسه، جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقول لكم بس ان دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، احنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. انا هضطر استاذن بقى، اذا عوزتوا مني اي حاجه اتصلوا بيا وانا اجي دغري على طول. تستأذن ايه؟ انا شاكك اصلا ان انت تعرف تروح بيتكم اصلا. لا 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 لا، انا بركب اي حاجه اوصل البيت. بتركب اي حاجه؟ ده ساكن فين ده؟ ادخل. ضحى وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساء الفل يا ضاحي. مؤاخذة. في حاجه تاني؟ لا بس انا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجه ولا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجة، بطمن. خير يا مالك. انا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ انت تعرف حاجه غير الشقاوه؟ وحتى لو اعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عينيا. دلوقتي نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهارده مع بنداري. والله العظيم؟ نيلي وشريهان؟ أيوة. وهيعملوا الفوازير السنة دي ولا ايه اللي صار؟ وزير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. متكوي مين؟ ما انت لو تخرس وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي، وفي الاخر غدر بيا وسرقني. هو في حد يقدر يسرقك يا مالك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي. وطبعا فلوسي في وسطيهم. ولما مات الفلوس اختفت، محدش يعرف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدا يدور بطريقته. وظهور نيلي وشريهان احفاده دول معناها انهم لقوا سكه على الفلوس دي. فهمتك، يعني انت عايزني اخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلوا للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك. ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ صحيح. انا عايزك تحط عينك عليهم، تراقبهم ال 24 ساعه، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين وبيجوا منين وبياكلوا ايه ويشربوا ايه، وكل معلومه تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا، بس الاول نتفق على عرقي. سامعك، قول. عمليه زي دي ما اخدش فيها اقل من 100,000 هايف. لم لعب الاطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 هايف. والله ما لقيت اهيف منك. اخر كلام 50,000 هايف. 50 ليه؟ وانا مأجر جيمس بوند؟ لا مأجر ضاحي، وسعادتك عارف مين هو ضاحي. ما انا عشان عارف مين هو ضاحي مفيش اكتر من 5000 جنيه، قلت ايه؟ وانا مش هكسر ال 5000 جنيه دول معاك يا مالك. ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين ذره. هم 5، قلت ايه؟ 5 مش هكسر كلمتك يا مالك، بس اللي انت قالك عليك. تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا. استهجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشريهان. طب ما مؤاخذه يعني، انت تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف توصل لهم ازاي؟ لا. لا اتلقك يا اخي، كله لا لا. امال رايح تعمل ايه؟ صحيح، فاتتني دي. عشان فاتتك دي هم 3 بواكب ما فيش غيرهم. بس خلاص هنا. يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ماشي. يلا شوش. يلا. خلاص يا صاحبي، على اتفاقنا تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيه لحد انا اصلا. ايه ده ايه يا عم، احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه ايه؟ يا عم صاحبك ايه ما اعرفش عنده، انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحوبيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير كمان ده انت ليه الادب قوي على فكره. خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي، يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه، ده الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. شكرا. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك، قادر يا كريم يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك ايه؟ بقول لك مراتبك، يعني ان شاء الله يعني يقلب لك العربيه دي جيب.
دي عربيتي انا. متشكر قوي، شكرا. خلاص خلصتوا تسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهجيلكم. طب ما تتاخريش. اوكي. يلا يا سوسو. نيلي، كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده؟ فنطلع في حته ضلمه؟ اطلع بس هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا. حاضر. نيلي، هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبه. عارف النهارده كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخيه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. والله العظيم اي سوير، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحاطينها في الميه الاخضر بتاعت الملوخيه. لا، ما هي دي مش بطاطس، والماء الاخضر دي مش ملوخيه، ده قلقاس في السلق اللي هي الماء الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج. اول ما يبقى لزج قوي. طب خلاص ما تقوليش، عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه رأسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في رأسك؟ لا، مش رأسي اللي هي رأسي، ولا رأسي عشان عارف دماغك بتروح فين. رأسي يعني بالطول، الكلمة بالطول رأسي. أفقي بالعرض، يبقى الكلمة بالعرض. vertical و horizontal يعني. فهمت. اوكي. أفكار مختلطة. ايوه، فين السؤال؟ مفيش سؤال. أنا أجاوب. أنا هجاوب. اوكي. خواطر. أفكار مختلطة. خواطر بالظبط. جمع دب. دباديب. ايوه. في اللغة العربية اسمها دببة. دباديب دي في حفلة لتامر، وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكس يشتري. ما يشتريش. يا سلام. ايوه طبعا. عكس يشتري يبيع. وما يشتريش. اوكي، وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا، فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقاوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. وبعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسأل؟ انا ما بسألش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن، كيل حفيد، لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنة 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي انا مش هتكلم خالص يا بقى ريت بجد. يا ريت. حرف جر في حكاية، قصة، سارق السفن، قرصان. يبقى في قصة حفيد القرصان. الحل في قصة حفيد القرصان. لا طبعا اكيد مش هنسافر، الحل عند جوني ديب. جوني ديب ايه؟ ايه علاقة جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه؟ مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم؟ ايوه، ايه العلاقة؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب؟ هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة. حفيد القرصان اهو. حفيد القرصان. يس. برافو عليا بجد. ام جينيوس وما احتجتش للفلوته اللي اسمها شريهان دي. على فكرة انا اللي حلتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. انهم ليسوا معنا. انهم عاملين شعرهم ليس ومعنى. سيف اتفضل اقراها كده. انهم ليسوا معنا. يعني ايه ليسوا بقى؟ طب مش هقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي يعني ايه ليسوا. ليسوا جروب اوف بيبل اسمهم ليسوا، ناس اسمها ليسوا. هو انت بتبرري اي حاجه؟
قصه خياليه، ناس كاتبه حاجات. بصي انا هقرا القصه، انا لما اقراها وهفهمك. اوكي؟ اوكي. يا ما هذا المكان القديم، اريد ان ارجع الى بيتي حقا حسنا. بص يا ستي، كان يا مكان كان في ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز كبير، فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه. سيف، الجاكيت ده كنزه. واو، والله الجاكيت اللي انت لابساه كنزه. ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزه باللي انا بقوله دوت؟ سيف ما تزعقش، احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني، ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي. ما تقوليش حاجه تيجي في دماغك دلوقتي، خلينا نخلص. واضح ان انا مش هعرف احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا، نكلم عم بندق. كان البندق نفع نفسه، ده راجل متخلف. نيلي، مفيش حد تاني في عليكم ينفع نساله؟ مفيش غير بابي، بس بكلمه طول اليوم في السجن، موبايله مقفول. طيب انا عندي فكره. مش انتوا عندكم شركه شحن؟ في مركب عندكم اسمها البطه الشقيه؟ سيف، ايه؟ احنا شركه شحن كبيره قوي ومحترمه، اكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطه الشقيه. احنا عندنا 3 مراكب، الدلوعه، فلافيلو، واللي غرقت دي كان اسمها الذبابه الملعونه. الدلوعه وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفه ب2 جنيه؟ اللي هي جنب الاتوبيس النهري دي، تلاقي واحده متسوله قاعده في المركب وشاكاه حكاه، صح؟ سيف بص، عشان ما نتخانقش، انا زهقت خلاص وعايزه امشي. انا كمان تعبت بصراحه. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي، والصبح نيجي فريش نكمل، عشان انا كمان دماغي وجعتني. صح، عندك حق. بس انا مش عايزه اروح البيت عند صباح وشيريهان واقعد في بيتهم. انت مش فاهم بيتهم عامل ازاي. طب ابات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم. اعتبريني ما قلتش حاجه، انا اسف. بس انا نو واي اروح ابات عندهم. انا هكلم اصحابي كلهم حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح ابات عندهم. بس انا مش عارفه ليه حاسه ان انا ناسي عندهم حاجه مهمه. انا مش عارفه هي سايبانا الست دي نعمل بيها ايه بقى؟ ودي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع؟ انا مش فاهمه. اقطع دراعي، ما كانتش البت دي خدت المجله وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا ازاي بس؟ لا طبعا، تلاقيها راحت تجيب حاجه وجايه، اكيد يعني مش هتهرب وتسيب الست دي هنا. تجيب ايه؟ انت اصلك هبله يا بنتي. زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس وقاعده بتعد فيها هي والمحروس اللي معاها بتاع الكيه ده. هاي شيريهان حبيبتي، عامله ايه؟ وحشتيني قوي. بصي انا جبت لك معايا ايه؟ الله، الشبح الكبير. شفت بقى ظلمتها، كانت بتجيب لي الشبح. سبحان الله، لسه بقول لهم اكيد استاذه نيلي اتاخرت عشان بتجيب الشبح. ياض انت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمكان؟ ايه يا بنتي اللي ايه ده؟ طب تصدقي انت يا ست الكل ان انا اقول حاجه زي كده؟ اصدق عادي جدا. ايه ده؟ ما كانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجه من الصبح دي. عملت لها سندوتش ما كلتش، عملت لها شوربه ما شربتش، حطيت لها فول ما فولتش، جبت لها ذره ولب خشابي ما قزقزتش. وقعدناها على المقشه ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانه، بس هي بتاكل اي حاجه عادي. طيب اقوم احضر العشاء، زمانها جاعت. اعملي لي سوشي. ايه؟ عارفاه، مش ده العدس ابو جبه؟ ايه ده انا في كده. وانا خالتي اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر. وانت ايه؟ حد قال لك ان انا يا روح امك فاتحاها سبيل؟ ما تقوم يا واد تهز كتافك وتغور من هنا، الوقت اتاخر. مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. حلوه سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم. في ايه؟ قوم يا روح امك. طب هاكل لقمه وانت. قوم يا وريني عرض كتافك يلا. طب سندوتش في السريع. سندوتش في عينك، حد قال لك ان انا بربي عجول؟ طب انا ما خدتش سمعدان. غور من هنا كتجدايه. شوشو هرنلك تكلميني. انت جايبه لنا من ايديا دايما كده على بطنه كتكنيله في تنقيتك. خلاص يلا يا عبلامين، يلا يا حلوه تعالي ورايا عشان تقولي لي اللي انت طالباه ده العدس ابو جبه بيتعمل ازاي. تعالي
الشبح. خدي عينك فيه. هاتي المجله بقى عشان احل الكلمات المتقاطعه. على فكره انا اوريدي حليت الكلمات المتقاطعه. حليتي الكلمات المتقاطعه؟ يعني انت ما رحتيش تجيبي حاجه بقى زي ما قلتي؟ لا والله، بس انا كنت قاعده في العربيه زهقانه يعني، وانت عارفه سيف بيفضل ساكت فقلت اتسلى. طب هاتي المجله. انا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقاطعه ولقيت ان الحل في ستوري في المجله اسمها حفيد القرصان، وقعدت انا وسيف for like an hour بنحاول نفهم اي حاجه ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربيه، كان في اشاره زحمه قوي فكنا بنتسلى. في ايه يا شريهان؟ ماشي. انا تقريبا فهمت. فعلا بالسرعه دي؟ طب تصدقي بقى مش هقولك انا فهمت ايه. لا بليز قولي لي. لا بقولك بليز. هقولك ايه تاني؟ قولي لي لو سمحتي. لو سمحتي. ماشي. فلايت كان اداني فلاشيه. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لا مؤاخذه. اوكي فهمت. المهم الفلاشايه دي كان فيها الصور بتاعت المخزن بتاع مينا بورسعيد. العمال بقى كانوا بيجردوا المخزن فصوروه عشان يحطوا الصور دي في الملف بتاع المخزن. كان في بقى تقريبا حاويات هي نفس الحاويات اللي هنا دي وعليها شعار الشركه. تقريبا ولا اكيد؟ اكيد تقريبا. انت متخلفه بقى. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما انا معايا الفلاشايه في السلسله. الفلاشايه والسلسله في نفس الجمله؟ حرام عليكي يا شريهان. انا هقوم اجيب الفلاشايه. انا كمان اقوم اجيب اللابتوب. يلا. صوافيه وتم. طيب قول لي بقى وصلت لايه؟ انا سعادتك يا فندم مش عايز ازعج سيادتك، بعدين انت عارف ان انا مش بتاع كلام، انا بنفذ على طول. في اسرع وقت هنجيب الموضوع ده يخلص، الدنيا مقلوبه والاعلام مش هيسيبنا في حالنا. تمام يا فندم، في خلال 24 ساعه العيال دي هتكون قدامك في مكتب سعادتك يا فندم. تمام يا فندم، مع السلامه. احمد الحقني، العيال دي عملت ايه؟ ايه اللي حصل؟ الدنيا مقلوبه ليه؟ البنتين اللي اعتدوا على الفنانه هند صبري بنتين ولاد عم اسمهم نيلي وشريهان مكاوي. قبضتوا عليهم؟ هم مختفيين بس جري البحث عنهم. طب وبعدين هتعملوا ايه؟ توصلنا لخالة واحده منهم، كانوا عايشين عندها هما الاثنين في الفتره الاخيره. حلو جدا، انا عايز خالتهم دي في اسرع وقت يا احمد. تمام سعادتك. ابو حميد. وامر يا فندم. لو ما حدش خد اقوال الفنانه هند صبري انا ممكن اروح اخد اقوالها بنفسي. اصل المدام والولاد بيموتوا فيها واحنا يعني بنحبها. انت ما شفتش انا عايز اتجوز رمضان اللي فات؟ حلقات منفصله متصله كوميديه جميله هايله. حلوه جدا. طب يا احمد اتفضل، خليتهم يا احمد بسرعه. تمام سعادتك. انا متضايق منك جدا على فكره. ليه انا عملت ايه؟ عشان قليل الادب. انا قليل الادب ليه؟ قال لك تشرب ايه؟ قلت له بيبس. ايوه في ايه المشكله؟ ما انت طلبت ساعه فواكه، ايه المشكله؟ مش تقول له لا متشكر شكرا، هو يعزم عليك زي ما عزم عليا. لما عزم عليا كتير قمت ضربت. عزم عليك ايه؟ انت قلت له عندك ايه وبعد كده رحت طالب ساعه فواكه وقعدت تقول له عندنا شاليه في المعموره بتاع ستي وعليه مشاكل وقف والكلام ده. هو ماله هو؟ انا نفسي اعرف انت متربي فين؟ انت متربي في حمام يالا؟ متربي في حمام. امشي خلص. هات المفتاح السوق. سوق ايه؟ اسوق العربيه. ده من امتى ده ان شاء الله؟ النهارده. ماشي. ايه ده؟ خد. انا كنت بهزر. ايه ده؟ على النعمه. تعالى يا راجل، تعالى اوعى ما تحضنيش. انسى بقى السواقه اللي انت شفتها قبل كده دي. وريني يا اخويا. ايه الاخبار؟ الحمد لله، بس انا حاسس بدوخه وصداع كده، تقريبا عندي شرقه او زكام، مناخيري مسيله. انا مالي ومال مناخيرك؟ انا جاي ازورك في المستشفى. بقول لك اخبار العيال ايه؟ اخبار مين حضرتك؟ العيال اللي احنا بنراقبهم. انا وسيف. لا كليله ودمنه. عجبتك قوي؟ الله عليك يا صاحب الباكه. طب خلاص احنا هنقضي فيها طول النهار. عملوا ايه العيال؟ مفيش سعادتك يعني، لسه خارجين من عند المدير وماشيين زي ما انت حضرتك شايف. طب يلا وراهم بقى على طول عشان تشوف اخبارهم ايه، وانا هخش اشوف قصه المدير ده. ماشي. يلا انجز.
يلا حضرتك سيب لي العربيه يعني اعمل بيها لا عربيه ايه؟ اشبط في اي مواصلات، احنا مش هنعمل المواصلات عليك. الله في الطبيعي يا باشا بقى عليا المواصلات كده مش طبيعي. يلا ضحي بقى، انجز بقى، خلينا نخلص، عايز الحق الراجل اللي بيمشي. حاضر يا صاحب السعاده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. مؤاخذة حضرتك المدير؟ والله أنا بداية من المدير لحد الفراش، مرورا بجميع الوظائف اللي موجودة هنا يا فندم. يعني مؤاخذة مش فاهم يعني ازاي؟ ما انت عارف حضرتك ما فيش شغل ولا في بتاع ولا حد بيجي ولا حد بيروح ولا حد بيعمل. الكمبيوتر يا أستاذ، الكمبيوتر والنت بوظوا علينا الدنيا. انت عارف حضرتك أنا تمن المواصلات من هنا وأنا جاي هنا ومروح بيضلعني والله. حضرتك مين؟ أنا أبو الدهب. اهلا 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 يا ابو الدهب باشا، ازي حضرتك؟ الله يخليك. لا تعرفني؟ ها؟ لا بس باين على حضرتك باشا يعني. طب انا مش هطول عليك، انا شايفك فاضي وما وراكش حاجه، بس انا هسالك سؤال واحد لمؤاخذه. الولدين اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما ادخل كانوا بيسالوا على ايه؟ هو كان في ولدين هنا؟ هاني وسيف اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما اجي دلوقتي. انت عارف من كتر الناس اللي بتيجي وبتخرج وبتعمل الواحد ما بقاش فاكر حاجه. وبعدين اصل انا خرجت من البيت وانا على لحم بطني، ولا شربت شاي ولا قهوه ولا حتى حاجه ساعد. معلش ملحوقه. الله يخليك. اتفضل جيب حاجه بقى عشان تملي الريق كده. ان شاء الله هنجيب لك حاجه ساعه يا فندم. كانوا بيسالوا على ايه بقى؟ ها؟ والله هم كانوا ماشي بالطقم. طيب الله يخليك يا فندم. يا سيدي تشرب؟ شكرا. خلاص والله. لا يا فندم ازاي ما تقولش كده، اتفضل. كمان اوف عرض. كانوا بيسالوا على ايه بقى الموضوع؟ والله كانوا بيسالوا على عدد من الاعداد اللي كتبهم مكاوي بيه الله يرحمه. لا عدد ايه بقى؟ ها؟ عدد ايه؟ عدد من كتر الشغل الواحد ما بيفتكرش ايه الاعداد وايه البتاع. والله استنى بس هجيب لك. اصل انا خرجت من غير اكل الصبح، وبعدين البتاعه دي مريت لي بطني هقول لك ايه، ما انت عارف الدنيا ملحوقه ملحوقه. اتفضل. الله يخليك يا فندم. ها شوف بقى يا سيدي. ايوه. العيال دي كان بتسأل على عدد من الأعداد اللي كتبهم الله يرحمه مكاوي بيه. العدد 1000. بس أصل العدد ده ما فيش منه غير نسختين. نسخة كانت مع مكاوي بيه الله يرحمه، والنسخة الثانية كانت عندنا هنا. واديت لهم العدد ده؟ لا ما هو ما بقاش عندنا. امال فين العدد ده؟ حميت الطعمية، حميت. واحد نفسه يحبس بسجارة بس منين يوم؟ معلش ملحوقة. اتفضل. فين العدد بقى؟ العدد بكرة هيتباع في صالة كريستال بتاعت المزادات اللي في مصر الجديدة. طيب سيدي متشكرين قوي. لا بس قول لي والنبي، حضرتك عايز العدد ده ليه؟ ابدا كان موضوع كده، والله الواحد الذاكرة عنده بقت تتوه، وبقيت باخد ادوية علشان ترجع لي الذاكرة ومفيش فايدة. ناقص في السوق. ناقص في السوق. طب نوفره لك. حاضر يا سيدي. ايوه بس نجيب الدواء المصري، انا عايز اجيب المستورد الحقيقه علشان تاثيره بسرعه. المفعول. يا سلام، اقرع ونوزه. اتفضل يا اخوان. تسأل ليه؟ ابدا هو اصله موضوع عائلي كده يعني، بس يعني محلوله ان شاء الله. متشكرين قوي. السلام عليكم. عفو. يا ساتر يا ساتر على الناس. الجشع هيموتهم. كل حاجه ماشيه في البلد دي بالرشوه. لو ابو الدهب باشا ايه ده؟ انت صفيح البعيد. ما زاد اللي نخشه. هو احنا معانا فلوس؟ كل فلوسنا صرفناها في الغردقه. شويه ببريكان من بتوع زمان بيعلموا في الدماغ. ولا ايه عسليه انت يا حلو؟ قسما بالله يا دي انت اديك كف على وشك اقلبك على ظهرك زي الصرصار الميت كده. سيف انا اتغيرت وعارفه ان ده البست فريند بتاعك، بس ما ينفعش يقول لنا كده. هو لو فضل يستظرف انا هبعتره. ما تحترم نفسك بقى يا اخي، جايب لي الكلام في ايه يا شريف؟ تعالى تشوف المصيبه اللي احنا فيها يا اخي. مصيبه ايه؟
فيها سكريه انت يا حلو. على فكره بيعاكس خطيبتك. يا سيف ده مفيش منه خوف، اتبسط يا معلم وفرفش حبيبي. مبدئيا كده يا استاذ شريف حضرتك دمك سم. انتوا في فيتي يا جماعه، هتشتموني في فيتي؟ ده اول حاجه. ماشي. تاني حاجه احنا نفسنا ندخل مزاد عشان نجيب مجله ميكي ومعناش فلوس. طب ما مجله ميكي دي يعني لما تتشقلب وتبقى جديده ومتسلفنه ب5 جنيه هيعملوا عليها مزاد ويتشقلبوا هتبقى بخمسينايه. قول 100 يا سيدي. لا قول انت يا عم، انا ماليش دعوه. وانا خايف من ايه؟ 100. طب احنا معانا كام دلوقتي؟ يعني حوالي 300 400 جنيه اخرنا. طب واحنا ازاي بقى هندخل المزاد واحنا وانتد؟ نيلي يعني ايه وانتد بس؟ يعني مطلوب القبض علينا. هنتنكش. هنفتح المزاد على عدد نادر لمجلة ميكي. هنبتدي ب 10000 جنيه. ايه ده؟ المجله بتاعت العيال دي ب 10000 جنيه؟ مش قلت لكم؟ ما انا قلت لكم 11000 جنيه. 11000 جنيه عند فريده هانم. مين يزود؟ مش قلت لكم؟ ما انا قلت لكم. خلاص يا سيف عرفنا انك شطور وقلت لنا. 11500 جنيه. 11500 عند الاستاذه. اهو مش قلت لكم؟ يا عم عرفنا انك قلت لنا نعمل ايه بقى، نتكل على الله يلا نمشي. نتكل ايه؟ مش هناخد العدد؟ ناخد العدد ازاي؟ معناش فلوس يا بنتي. بتقولك 11500 جنيه. 12000 جنيه. 12000 جنيه عند فريده هانم. طب بقول لكم ايه، يلا نقوم نروح بدل ما اتنقط. يلا 20000 جنيه. 20000 جنيه عند الكابتن. مين يزود؟ 20000 جنيه ايه؟ هتجيبهم منين؟ مش مشكله، هبيع البوتاجاز والغساله والتلفزيون. ايوه بس دول ما يجيبوش 20000 جنيه. هبيع المكوى والسخان. ليه يا عم؟ هو كام لتر؟ 60 لتر ديجيتال وريموت كنترول. طيب ده بالصلاه على النبي عامل كام؟ ده عامل 1200 جنيه. ما يمشيش ب 500 عشاني؟ لا بص، ساعه الدفع الكلام بيختلف. وانت مالك انت هادي يعني؟ هو انت هتشتريه؟ اسكت. 20000 جنيه الهونة الادوي. 20500 جنيه. 20500 عند فريده هانم. يا جماعه فريده هانم دي لقطه، انا لازم ابيع لها اي حاجه. انا هروح اديها الشال ده واقول لها ده بتاع الكبير قوي. 30000 جنيه. مش مشكله، هبيع الجزامه. ايه يا سيف؟ الناس كلها بتعلي بال 500، انت بتنط بال 10000 على طول؟ اصل انا اول مره احضر مزاد والجو عجبني بصراحه، وانا ما بحبش حد يعلي عليا. 30000 جنيه عند الكابتن. 30100 جنيه. 30100 جنيه عند مستر ابو الدهب. يا نهار اسود، وده ايه اللي جابه ده؟ عرف منين ان في مزاد؟ 30120 جنيه. 30121 جنيه. 30121 ونص. 30121 جنيه و75 قرش و80 قرش. ده احنا معانا فضه كتير قوي. 30125 جنيه. 75000 جنيه. هتجيبهم منين دول؟ مش مشكله، هو اللي غاظني ووترني. هبقى ابيع العربيه. 75000 جنيه عند الكابتن. 75000 وجنيه. الحمد لله. لا والنبي يا جماعه يعني احنا اقل حاجه هنزودها هنا 500 جنيه. ماشي يلا. 75500 جنيه. 75500. 75500 مين يزود؟ يلا يا سيف يلا. يلا ايه دي؟ لحظه بس سخنتي فيها كده مع الجو، لكن انا مالي اصلا؟ هو جد انا ولا جدك انت؟ الهونة الادوي. 180000 جنيه. حضرتك قلت كام يا فندم؟ 150000 جنيه. 150000 جنيه عند الفنان احمد فهمي. 150000 جنيه. الهونة الادوي الاتري. مبروك يا فنان. انا دايما بقول ان اهم حاجه في الفيلم بدايته ونهايته، فهتلاقيني دايما في افلامي بهتم بتتر البدايه وتتر النهايه. اللي في النص ده بقى حشو، يعني ربنا بيرزق في يمين شمال اي حاجه، بنحشي لحد ما نوصل لنهايه الفيلم. نفسي افهم ليه يشتري مجله بكميه الفلوس دي.
يكونش يا جماعه احمد فهمي ده قريبكم وبيدور هو كمان على الكنز؟ بس يهبل، انت قريبنا ايه؟ طبعا مش قريبنا. ايه الثقه دي يا بنتي؟ ده انت لسه عارفه من يومين انها بنت عمك. انا عايز اعرف هو اشترى العدد ده ليه وهناخد منه العدد ازاي. سيبوا الموضوع ده عليا انا. لا موضوع النقد ده ما بيضايقنيش خالص الا لو حد قال. استاذ احمد معلش ثانيه واحده بس من وقتك، ثانيه واحده. الله يسهل لك يا ابني. بس بقول لك انا موضوع النقد ده ايه اللي انت بتعمله ده يا فنان؟ وانت مش شحات؟ لا انا مذيع، وبعدين انت بتقول لي شحات؟ انت شحات؟ انتوا ايه الجبروت اللي انتوا فيه ده؟ لا مؤاخذه يا باشا، انا ما خدتش بالي، اصلك لابس جلابيه ومش ماسك مايك فافتكرتك يعني شحات. انت صح، بس انا عشان كنت جاي جري بس عشان الحاج. ممكن يا جماعه مايك زياده؟ مايك زياده هديهولكم بعد ما نخلص على طول. طب معلش احنا كده على الهوا يعني مفيش مشكله. قناه ايه الاول؟ معاك وهدان وهران رحت خساره من القناه 9 السعوديه الفضائيه. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. اولا مبروك طبعا على المجله، ونقول لك ربنا يديك خيرها يا رب ويكفيك شرها. ونحب نعرف يعني ايه سر اهتمامك بمجله ميكي؟ لا هي الحقيقه المجله دي انا مش شاريها لنفسي، انا شاريها لابن صديق عزيز عليا جدا. اعتقد ان دي احلى هديه اقدمها له في عيد ميلاده. بس انا رايي كنت ممكن تديله ال 150,000 جنيه يجيب بيها اللي هو عاوزه وتسيب لنا احنا المجله دي. لا هي الفكره مش في الفلوس، يعني القيمه مش في الفلوس، القيمه في المجله ذات نفسها. انا عايز اعلم الولد ده القيم اللي احنا اتربينا عليها في مجله ميكي. يعني يمكن احنا اتعلمنا في مجله ميكي من ميكي نفسه الشجاعه، اتعلمنا من بطوط الصبر، اتعلمنا من عصابه القناع الاسود العمل الجماعي، اتعلمنا من زيزي زي ما تقول كده الاغراء العفيف زي زيزي وهند رستم والجيل الجميل ده. محدش هيستثار على زيزي. دي قيم احنا نحب نورثها للجيل اللي ما شافش مجله ميكي. قيم ايه يا عم سمير وشهير وبهير؟ انت بتعمل الرجل العناب وبنات العم. انا مش مرة الشاذلي. اتفضل يا بيه اتفضل. بس احنا عارفين انك ومجموعه من الفنانين معزومين على حفله عيد ميلاد ابن صاحب القناه اللي هينتج لك برنامجك الجديد، وحاجز لكم اوض كلكم في الفندق. والله هو اللي اصر. ايه يا زميلي العزيز اللي بتعمله ده؟ انت بتفضح الفنان. لا ما اسمحلكش. معلش بقى يا فنان، عايزين خبر حصري للقناه السعوديه الفضائيه. هو فعلا كان في خبر ما كنتش حابب ان انا اعلن عنه في الوقت الراهن، بس انا هقوله حصري على القناه بتاعتك. انا الحقيقه العيد الجاي ان شاء الله طلع انا واصحابي شرم الشيخ. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي مش داخل سينما قريب. لا داخل سينما ان شاء الله قريب مع نفس الشله اللي هتبقى معايا في شرم الشيخ. اول ما نرجع هنخش فيلم محمد امام يا في سيتي ستارز يا في جالاكسي حسب يعني. ما شاء الله ما شاء الله. احنا دلوقتي معانا الفنان احمد فهمي وبندعي له وبنقول له ان شاء الله يا رب تلاقي تيكت وتقعد في مكان حلو ان شاء الله في العيد، واستنوا احمد فهمي في سينما جالاكسي او سيتي ستارز. يعني مش عايزه تتكلمي؟ لو ما اتكلمتيش هنفضل نضرب فيها لحد الصبح، وهتتكلمي. ما بتتكلمش يا باشا من سنة 82 وهي فاقدة الصوت، مفيش صوت خالص. هتتكلم امتى اكون انا موت؟ طب انت ليه مش عايزه تتكلمي وتقولي هما فين؟ والله العظيم يا سعادة الباشا انا كل اللي اعرفه قلت لحضرتك، مش مخبية عليك حاجة. انا ما اعرفش هما فين، ما انا لو هعرف هقول. هو انا يعني كيف اتضرب؟ بصي بصراحة كده حدوتة ميكي والكنز والكلام الفارغ ده مش واكل معايا. والمصحف الشريف يا باشا هو ده اللي انا اعرفه، ده كل حاجة عندي، كل كلام عندي. شوف بقى حضرتك عايز ايه وانا اعمله لك. تمام. بصي ما تخافيش. انت هتكلميهم في التليفون ده، تعرفي منهم هم فين وتقولي لي، وانا اوعدك محدش هيمد ايده عليكي خالص 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 خالص. طب ما تقول كده يا باشا من الصبح. يلا اتكلمي. الو بنت يا شريان، انت فين يا بنت الكلب؟ خلصي قولي انت فين يا بنت. انا ممسوكه في الاسم ومفيش حد ما ضربش فيا، تهريت ضربه الله يخرب بيوتكم، هيموتوني. الحقيني يا شريان. غبيه. الو مساء الخير، معاك المقدم نجيب الريحاني. اسمعي، اللي انتوا بتعملوه ده مفيش منه اي فايده، وانا كده هقبض عليكم. روقوها. طب يا سعاده الباشا هو كله ضرب؟ امال فرج فين؟ انت عايزه فرج؟ طب مفيش فرج. يلا خدوها. والنبي يا سعاده الباشا ابوس ايدك. خدوها. ابوس ايدك يا سعاده الباشا، انا مظلومه، انا ما ارتكبتش اي جرايم يا سعاده الباشا، انا ست بريئه. حبيبتي يا خالتي زمانها متمرمطه في الاسم. انت خايفه على خالتك من الاسم؟ ده احنا نخاف على الاسم من خالتك. يا بنتي هيسالوها سؤالين وهيروحوها.
معلش يا شريهان ما تزعليش، بجد انا كان نفسي اساعدها بس انت عارفه ما فيش في ايدينا حاجه نعملها. امتى بقى يا رب نلاقي الفلوس عشان تنقذنا من القرف اللي احنا فيه ده؟ ها يا سيف، عرفت الحفله فين؟ بكار مش عايز يفتح، معرفش ما بقوش يجيبوا ليه. سيف ايه؟ احنا مش بنهزر دلوقتي. بدور عليه بس فاتح صفحه تانية مش لاقي لسه. ولا هاني ما تيجي يا تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. استني يا شوشو اخلص المصلحه اللي في ايدي دي. يعني ما عملتش كده خالص. لا طبعا عملت، انا شاب وقاعد لوحدي وبيت كبير وهم مسافرين على طول. انت بتكذب على فكره. والله العظيم بكذب. ايه ده؟ انت صريح. والله وما عملتش حاجه قبل كده. صريح وبتكذب. والله العظيم. انت غريب قوي على فكره. بس طيب جدا. وربنا هيكرمك. الله يكرمك. انا بقى هحقق لك اللي نفسك فيه من زمان. ايه بقى هتعمل ايه؟ انا هجيب لك 2. ايوه عشان تعوض اللي فاتك، انت فاتك حاجات كتير. مش هجيب لك لسه واحده تقعد تحبها وتقول شعر والكلام ده. طب بلدينا بكره. بلدينا ايه بس؟ على فكره انا من القاهره. طب اقول لك ايه؟ قول لي الزني بركات. صعب على لسانك. قول لي حاج سعيد. ماشي حاج سعيد. اؤمر. ممكن اطلب طلب؟ اؤمر. ممكن يبقوا 3. انت طماع. كذاب وصريح وطماع. خليهم 3. بيت حلاوتك يا حاج، انت جميل قوي يا حاج. بس على فكره انت مش هتستحمل 3. مش مهم اولع، مش مهم هموت. المشكله بس عملت كده. ده ما حصلش اي حاجه وانت بص. ايوه فرحان قوي يا حاج سعيد. خلاص هكلمهم لك. ماشي طب اسمع صوتهم بس. ماشي بس يا رب يكونوا خرجوا اصلا. خرجوا منين؟ هم محبوسين؟ لا محبوسين ايه، خرجوا من البيت. اصل ابوهم بيقفش عليهم فما بيخليهمش ينزلوا يعني متاخر. ابوهم حابسهم يعني؟ بس اطمن ابوهم مات. مات؟ ما هو عارف بقى بناته بيعملوا ايه. بس عارف مات وعارف؟ عاش راجل ومات عارف. بالظبط كده. يلا كلمه. بكام بقى دول؟ دول 3 يبقى $3000. هم اجانب؟ لا مصريين. طب ليه دولار؟ معلش والقبض هيبقى معايا. ماشي ما هديلك بس ليه دولار؟ عشان الفلوس دي بتروح لناس محتاجه في امريكا ما يعني الخير هيروح مع الذنب مع كله يمشي. واحنا هنبقى تمام. واحنا في التمام. ماشي تمام. ان شاء الله بيع الترابيزه مش فارقه. بس ما تعملش بقى اي صوت عشان ايه ما يتخضوش. بس اسمع صوته. ماشي بس ما تقولش حاجه عشان هم مش عارفين حاجه. ماشي خيالي هيساعدنا. ماشي. لقيتها الحفله في الكونراد. طب كويس. ايوه يعني احنا نعمل ايه بقى؟ هنتصرف يا سيف. طب المشكله دلوقتي ان احنا مش معانا فلوس، هنجيب هدوم منين؟ نيلي انا مبقاش معايا فلوس بس ممكن نستلف من شريف، بس نرجعهم له اول ما نلاقي الكنز ان شاء الله. شيكو شيكس. الو يا مسطوره. لا مسطوره لا انا عايزها مفضوحه. مش انت تفضحها بقى لما ثانيه واحده. بقول لك ايه، انت نسيت الولاعه بتاعتك معايا. بس احنا يعني تمام. لا مليناه ايه شيكو عايز ايه؟ ما تتاخريش بقى. ماشي يلا سلام. شيكسو. ايه يا حبيبي عايز ايه؟ عايز فلوس. انت عايز تجيب انت كمان؟ اجيب ايه؟ ماشي هات له زود له خليهم 5. يلا تبقى طب بنجيبوا ايه؟ مليطه بقى. بنجيب ايه؟ بنجيب فراخ. فراخ ايه دي اللي بتجيبوها دي؟ فراخ شمورت. فراخ شمورت؟ دي ما بتبقاش فيها ريش عند الرقبه دي. ايوه دي جامده جدا. ايه قوي ايوه انا بقى عايز فلوس. ايوه طب انا اعمل ايه؟ انا مالي عشان انا معايا 2 شمورت قاعدين هنا ناحلين وبري. طب ما هي الفلوس كلها هتروح عند الحاج سعيد. اعمل ايه؟ الحاج سعيد مين؟ الحاج سعيد بتاع الفراخ. بقول لك ايه، الفراخ بتلبس لا خليهم يلبسوا، خليهم يجوا ينزلوا. ايوه يا عم يجوا فين؟ هات فلوس ولا اطلع اجيب انا من فوق. انا عارف طريق الفلوس. لا خلاص. عارف امك بتشيل فلوس خلاص هطلع خلاص. بقول لك ايه يا كابتن، احنا قدامنا ان شاء الله قد ايه ونوصل بالسلامه. انت راكب شرق الدلتا؟ مش بقول لك ايه يا كابتن، مش انت الطيار؟ ايوه انا الطيار. طب قدامنا ايه؟ حلو جدا. والله العظيم. مفيش فيلم بقى تشغله لنا كده ولا اي حاجه؟ فيلم نشغل لك. حابب تتفرج على فيلم ايه يا فندم؟ انت تتفرج على ايه؟ ايه تتفرج على ايه؟ اي حاجه. اي 10/1932. معلش 19 2 قبل 3 ولا 3 قبل 2؟ معروفه ان ال3 اكبر من2. انتوا في العربي بتقولوا 32 فبالعقل كده ال2 الاول، في الانجليش اتس 32 فخلاص انا هتصرف. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنه ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الATM بتاع جده كام؟ يعني ايه الATM دي؟ الATM اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي؟ الATM دي البطاقة القديمة
عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي. مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك؟ صح. هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. ساي انا بس بعد اذنكم بعد اذنكم ممكن بعد اذنكم اتفضل. ايه ده؟ فين الفلوس؟ وديتي الفلوس فين؟ فلوس ايه يا متخلفه؟ ما احنا فاتحين الخزنه قدامك اهو فيها زفت مجله. ايوه، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح؟ ما احنا لقينا مجله تانية. يعني اللي ما ممكن تكون المجله دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمه. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان؟ ما تقولش كنز. الفلوس، الذهب، whatever. يعني البطل بتاعنا ماشي لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل. احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا الدليل، ياخدنا الدليل، ياخدنا الدليل لحد ما نعرف طريق الفلوس. زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي، ناشونال تريشر. طب بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كينز. لا نيكولاس كيدز. لا انا مش قادره استحمل الناس دي في حياتي. مش قادره تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص، احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعه، يمكن جده سايب لنا فيها رساله زي اللغز اللي فات. صح والله انت عايشه في افلام قوي. طب هاتي المجله والقلم. هاتي. ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ مش انت لسه عماله تقولي افلام؟ هاتي يلا. احنا شركاء زي بعض. انا ممكن احل قطعه وانت تحلي قطعه. بقول لك ايه يا بت انت، انا مش ناقصه تفاهه وهيافه. هاتي المجله بدل ما اخليك انت قطعه. لا انت هبله بقى، انت بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكتلك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكت لك على طول. ولو ما سكتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجله بدل ما اديك على وشك. لا تتحكمي نفسك. ايه ده؟ انت كمان هتزعلي. انت كمان مكتب تنسيق يا اخي، عيب. لا ولا بس سيبه يعني. مش كده هو ما اتكلمش. مساء الخير. انتوا مين بقى لا مؤاخذه؟ الله، بندق. ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذه؟ بالك فتره سنه. اهلا عم دهب. اهلا عم دهب حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله. سنين ما شفتكش من يوم من كده، الله يرحمه مؤاخذه ما مات. انت عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جده؟ عز المعرفه، ده كان حبيبي. اكيد انتوا بقى احفاد مكاوي صح؟ واضح ان حضرتك ذكي ولماح. يبقى انت بقى اكيد شريهان بتاع الحليب. واضح ان حضرتك ما عندكش تمييز خالص. انا نيلي، واللي لابسه بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك، انا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي، ابقى انا بقى عمو فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح. انا اعرفه من ايام ثوره 52. حضرت معاه تأميم الكنال، حضرت والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. الله حلو. يلا يا بنات عشان احنا ما انتوا عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلماته متقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا بنات احنا كده هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز ايه يا مؤاخذه؟ اللغز الحياه كلها الغاز والذهب. انت عارف البنت دي اصلا شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعت جدها. ما شاء الله. وعشان احنا العربيه مستنيانا تحت خلص. يلا
طيب يا بنات، طب خلينا نشوفكم بقى. انا مكتبه مؤاخذه هنا فوق المرسم على طول. لو عوزتوا حاجه تعالوا لي. ها طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. نمشي. سلام بود. مع السلامه عوده. خلينا نشوف. هتوحشني. معاك المفتاح، اقفل انت بقى والسلام عليكم. الف سلامه. الله يسلمك. بس تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا ودمه خفيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي، ما قدرتش. بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش، بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه، وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليا نظره في البني ادم. نظرة ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعدي صوابعك وراه. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح. سرق فلوسه كلها، حب جدك بقى يديله مغرز، قام قال له هات حبه فلوس كده اهو اشغلهم معايا كده في مشروع، قام قال له خد جدك الفلوس، وكل ما دهب يجي يقول له ما نقعد نتحاسب، يقول له ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه، لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخد من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف. الحرامي صحيح هو دهب، خد منه فلوسه. جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقول لكم بس ان دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، احنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. انا هضطر استاذن بقى، اذا عوزتوا مني اي حاجه اتصلوا بيا وانا اجي دغري على طول. تستاذن ايه؟ انا شاكك اصلا ان انت تعرف تروح بيتكم اصلا. لا انا بركب اي حاجه اوصل البيت. بتركب اي حاجه؟ ده ساكن فين ده؟ ادخل. ضحى وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساء الفل يا ضاحي. مؤاخذة. ايه في حاجه تاني؟ لا بس انا اليومين دول ماشي خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجه ولا تقعد عليها. لا مفيش حاجه، بطمن. خير يا مالك. انا عايزك يا ضاحي. شقاوه؟ انت تعرف حاجه غير الشقاوه؟ وحتى لو اعرف حاجه غير الشقاوه ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عينيا. دلوقتي نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهارده مع بنداري. والله العظيم؟ نيلي وشريهان؟ ايوه. وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه اللي صار؟ فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما انت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي، وفي الاخر غدر بيا وسرقني. هو في حد يقدر يسرقك يا مالك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي. وطبعا فلوسي في وسطيهم. ولما مات الفلوس اختفت، محدش يعرف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدا يدور بطريقته. وظهور نيلي وشريهان احفاده دول معناها انهم لقوا سكه على الفلوس دي. فهمتك، يعني انت عايزني اخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلوا من الفلوس. الله يخرب بيت غباوتك. ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ صحيح. انا عايزك تحط عينك عليهم، تراقبهم ال 24 ساعه، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين وبيجوا منين وبياكلوا ايه ويشربوا ايه، وكل معلومه تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا، بس الاول اتفق على عرقي. سامعك، قول. عمليه زي دي ما اخدش فيها اقل من 100,000 آيف. لم لعب الاطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 آيف. والله ما لقيت اهيف منك. اخر كلام 50,000 آيف. 50 ليه؟ وانا مأجر جيمس بوند؟ لا مأجر ضاحي، وسعادتك عارف مين هو ضاحي. ما انا عشان عارف مين هو ضاحي مفيش اكتر من 5000 جنيه، قلت ايه؟ وانا مش هكسر ال 5000 جنيه دول معاك يا مالك،
ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين ذره.